ويا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. آيس كوفي بالتراميسو. ومع ضغوط الحياة محتاجين المساحة اللي ندلع فيها نفسنا، وأنا داليا اللي جاية أدلعك النهاردة. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. عشاق الآيس كوفي وكمان عشاق التيراميسو الإيطالي، بسرعة هنجمع الاتنين مع بعض. وعلشان أجهز الفوم بتاع الآيس كوفي بحتاج معلقتين كبار من أي قهوة سريعة الذوبان، معلقتين صغيرين من السكر، ومعلقتين كبار من مية باردة، وفي مج واسع أو حتى في إزازة مية فاضية، أو لو جاهز عندك فوم في الفريزر استخدميه. واستخدمت المضرب الكهربائي لاني كنت عايزه انجز في الوقت واعمله بسرعه عشان الحق الفيلم الاجنبي قبل ما يبدا. ضربته بالمضرب الكهربائي لحد ما لونه فتح وتقل، واستمريت في الضرب لحد ما الفوم تقل جدا وبقى عامل زي كريم شانتيه كده في تقله. وفي مج الجميل هنزل بتلج كتير وعليه هنزل باللبن. بعد كده هحط الفوم اللي انا جهزته، هخلي الفوم من فوق ليه علشان يبقى قاعدة تقيلة. لما احط فوقيها قطعة التيراميسو ما تغرقش جوه الكوباية، لا تتسند عليها وتفضل واقفة كده قائمة بذاتها، محتفظة بشموخها وكبريائها عشان اكلها مع التيراميسو بمنتهى الشياكة. وهي دي مراحل اكتمال القمر. خصصي وقت لنفسك، وفي مساحتك الخضراء اعملي الحاجة اللي بتحبيها واشربيها بمنتهى الروقان.